السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس عبد الرحمن أبو جازية. والنهارده هبدأ أتكلم معاكم على الموضوع اللي أنا بدأت فيه من فترة، إن أنا عايز الناس تبدأ تبدأ إنها تشتغل عمل حر على فريلانسر. أنا دايما بشجع الناس إنها تشتغل في العمل الحر مش الهدف من دوت ان هم يسيبوا شغلهم الاساسي في الوظيفه. لا، عادي ممكن يبقى شغال في الوظيفه، بس بجانب كده يقدر ان هو يدخل دخل ليه زياده في العمل الحر. وطبعا خلونا نبدا على طول. هنبدا باللينك اللي انا كنت عامل له شير من كام يوم عندي. هتخشوا بس على اللينك دوت، وهحطه لكم برده في الديسكربشن في الفيديو من تحت. كل الفكره ان انت بتدوس على اللينك دوت علشان تبدا تعمل الاكونت بتاعك على فريلانسر، وهو بيبدا يديك على طول دايركت $20 علشان تبدا ان انت تشتغل بيهم. طبعا ال $20 دول انت ما بتاخدهمش تسحبهم فلوس، لا انت بتاخدهم علشان تبدا ان انت تظبط حاجات في الاكونت بتاعك بالفلوس ديت، وبتبدا ان انت تقدم وتعمل بيدنج على شغل. كل فكره ان انت هتدوس على freelancer.com هيبدا يدخلك على الاكونت، وهيقول لك ان انت معاك $20 جفت لما تعمل الاكونت بتاعك. فهنبدا ان احنا نكون او نعمل اكونت جديد، والاكونت دوت على اي ايميل من الايميلز اللي احنا شغالين بيها. فخلينا نبدا مثلا نعمل اكونت على الايميل دوت. فهحط الايميل وهبدا ان انا اختار باسورد. وهعمل جوين فريلانسر. هيقول لي اسمك ايه، فهقول له الاسم بتاعي. مهم جدا ان اليوزر نيم ما يبقاش اسم لشركة او لحاجة، فعشان كده انا محتاج ان انا اغير ده تماما. انا كده حطيته. اوكي، 3 engineer. اوكي، هقوله next. هو هنا الخطوه دي بقى اللي الناس كلها بتقف فيها. بيقولك ان هو لما اجي اعرف الكريدت كارد او الباي بال ما بعرفش اعرفه. طبعا الباي بال اصلا عشان تبدا ان انت تعرف الاكونت عليه او تعمل باي بال بيبقى فيه ستابس كده ومشاكل. فهنبدا ان احنا نشوف الكلام دوت او الخطوه دي. مش هيديك $20 الفري غير لما تبقى بتعمل الاكونت بتاعك. انا دلوقتي ممكن اسكيب الخطوه ديت وخلاص كده الاكونت بتاعي بقى موجود. كل فكره ان انت ارجع تاني خش على فريلانسر. انا مش هعرف البيمنت ميثود، واخش تاني على فريلانسر هيفتح لي على طول دايركت الداشبورد. فالداشبورد هنا اول ما بتبدا ان انت تدخل هيقول لك ده شكل الفريلانسر الويب سايت. هتلاقي هنا اليوزر نيم بتاعك، انت معاك كام دولار دلوقتي حاليا. هتبدا ان انت تشوف. هو بيقول لك هنا verify your payment. انت محتاج ان انت تعرف الكريدت كارد بتاعتك علشان يبدا ان هو يحط لك $20 عشان تبدا ان انت تشتغل بيهم على طول. فحاليا مش هعرفهم لحد ما هعمل لكم فيديو تاني ازاي ان انت تعمل اصلا الفيزا اللي هتنفع تدخل على الاكونت دوت. في طبعا انواع فيز معينه في بنوك هترضى انها تعمل الاكونت، هترضى انها تتعمل عادي. والاهم من كده ان انت هقول لكم خطوه بخطوه ازاي ان انت تعمل فيزا تقبل على الاكونت دوت بسعر رخيص جدا. كل الفكرة ان انت فريلانسر هو منصة عمل. فكرتها كلها ببساطة جدا ان انت بتبدأ ان انت تدخل تعمل براوز من هنا. فعندك كذا حاجة، يا اما لو انت عايز ناس تشتغل في حاجة فهتختار فريلانسرز، او ان انت عندك بروجكتس فهتختار بروجكتس، او ان انت عندك كونتست فهتخش مسابقات، ومن خلال المسابقات ديت بتكسب فلوس فبتبدأ انها تضاف عندك في الاكونت. ده بريف سريع كده على الشيب او الشكل الاساسي بتاعك. هكلمكم بالتفصيل على كل جزء من اجزاء الفريلانسر، وهعرفكم واحده واحده ازاي تبداوا ان انتوا تجيبوا شغل. سهل جدا، الموضوع مش صعب.
بس كل الفكره ان هو محتاج منك ان انت تبقى عايز وتقدر ان انت تقعد فتره كويسه على الاكونت بتاعك علشان تقدر تجيب شغل. ومجرد ما جبت شغل او 2 أو 3 خلاص الموضوع بقى بيمشي معاك بطريقه سهله وسلسه جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. اعملوا الاكونت وهسيب لكم برضو اللينك في الديسكربشن، واستنوا الفيديو الجاي. هبدا اعرفكم واحده واحده ازاي ان انتوا تعملوا فيريفيكيشنز للايميل وللفيزا كارد وغيرها، وهنبدا ان احنا نخش بتفاصيل اكتر في الكورس بتاع فريلانسر.